دلوقتي ان شاء الله اول حاجه هنبداها مع بعض النهارده في القناه هعلمك ازاي تعملي روتين صباحي وروتين مسائي. دلوقتي حاليا اول يوم هنبدا في الروتين المسائي. انت خلاص عملتي العشاء واكلتي خلاص، قبل ما تنامي اهم حاجه ان انت تسيبي الحوض بتاعك نظيف ورايق ومطبخك يبقى نظيف. ازاي؟ بعد العشاء تخشي كده تظبطي حاجتك وتظبطي مطبخك وتغسلي حاجتك. ليه بقى؟ عشان لما تصحي تاني يوم الصبح تقومي كده تلاقي المطبخ رايق، الحوض نظيف، حاجتك متعقمه، تبداي بقى يوم جديد كده على نظافه، يبقى انت حتى عندك طاقه ايجابيه، يبقى عندك نفسيه انك تبداي يوم جديد وانت نفسيتك جديده. يلا هنسمي بسم الله ونبدا مع بعض. دلوقتي هنحط سائل الصابون في الطبق، وهعلمك برضو ازاي تختاري سائل الصابون باقل الامكانيات وتوفري في الميزانيه، وازاي حاجتك تتعقم وتبقى نظيفه وبتلمع وباقل التكاليف. معاكي دلوقتي حطينا سائل الصابون في الطبق وهتحطي معاه خل. الخل ده مفيد جدا في التعقيم وتلميع الزجاج وتلميع الاطباق وتلميع الكوبايات وكل الحاجات دي. تبداي كده تنزلي الحاجه من الكوبايه، تبداي بقى ايه تصبيها كده. بقى هتقومي تاني يوم تلاقي بقى حاجتك نظيفه، تبداي ايه وكمان تفكري تعملي حاجتك من بالليل اللي هو ايه، انت بكره هتطبخي ايه، هتظبطي الاكل ايه، بحيث ان انت تبقي قايمه الصبح حاجتك نظيفه خلاص. يبقى انت عندك حاجات تانيه بقى ممكن تفكري فيها، وعارفه كمان اكلك هيبقى عامل ازاي، وعارفه ان انت بكره هتطبخي ايه. يعني قبلها بيوم تحضري وصفتك وتحضري انت بكره هتطبخي ايه. ليه بقى؟ ده بيوفر عليكي مجهود وبيوفر عليكي كل حاجه، بيوفر عليكي جهد، بيوفر عليكي وقت. هتقومي الصبح بقى تلاقي المطبخ نضيف والحوض كمان نضيف والحاجه متعقمه. انت خلاص كده بتقومي يبقى عندك طاقه ايجابيه، تحسي بتفرق جدا في النفسيه لما تبقى حاجتك نضيفه من بالليل وتقومي الصبح ما عندكيش مواعين، عارفه انت هتطبخي ايه الصبح. بس وان شاء الله هنعمله وصفات اكل، وهنعمله وصفات تجميليه، وهنعمله كل حاجه هتبقى عندنا هنا في القناه. هتبقى قناه متنوعه فيها كل اللي انت تتمنيه. هتلاقي كمان ايه، اعلمك ازاي ترتبي وتنظمي باقل مجهود، وانت ما تبذليش طاقتك كلها ووقتك كله في البيت، لا يبقى بيتك نظيف ومرتب باقل مجهود. وهنعمله مع بعض ميزانيات حلوه توفر معاكي في المصروف وتوفر معاكي في الوقت والجهد، وتعملي حاجتك طبخات مش هتاخد منك 10 دقايق، وهتاكلي كل يوم اكل كويس وصحي وباقل الامكانيات، لان انت مش هتصرفي كتير. هيبقى معانا كده ميزانيات، هنجيب نعمله منيو اكلات كل يوم اكله، وهقول لك ايه فايدتها وايه مكوناتها، وهتوفر معاكي في الجهد وهتوفر معاكي في الفلوس. تابع معايا في القناه وهتحطي معايا كل الفيديو. بصي بقى حبه الخل اللي اتحط على سائل البريل، بصي اللمعه اللي بقت في الكوبايات، لمعت في الكوبايات ازاي، وهعلمك ازاي برده وصفات تلمعي بيها الالومنيوم. بصي اللمعه بتاعت الازاز، نقطه الخل غير التعقيم بقى. لو في مثلا دور برد، في اي عدوى اي حاجه، الخل ده بيقضي على العدوى والبكتيريا وبيعقم ويطهر وفي متناول الايد. ودلوقتي ان شاء الله هننضف مع بعض البوتاجاز، وهعلمك برده تنضفي البوتاجاز بدون خلطات بقى ووصفات وجع دماغ، لا هتنضفيه باقل مجهود، ومش هتحتاجي تكلفي بقى وصفات بقى ومنظفات وتبهدلي الدنيا، لا هتنضفيه باسرع وقت ممكن. كده خلاص انت خلصتي كل اللي في الحوض، كده خلاص الحوض راق بقى معاكي. كده بقى ايه، بعد كده هنبدا نلمع الحوض ونعقمه بس كده اهو. كده هتبقى معاكي بقى الدنيا ايه زي الفل. الفل هعمل لك برده وصفات لتلميع الحوض والستانلس، كل ده هيبقى معانا على القناه. تابعي القناه ان
شاء الله هتلاقي كل ما هو